في ليلة تألق الكابتن أحمد عيد عبد الملك، اللي من وجهة نظري شايف في راجل المباراة، الزمالك يفوز على غزل المحلة 4-0. 4 صايمين. بس سؤال للكابتن أحمد، هي الخطط العالمية الجهنمية دي ما بتطلعش غير قدام الزمالك بس يا كابتن؟ الخطط اللي بيبقى فيها شوارع الخصم يهاجم منها ما بتطلعش غير قدام الزمالك؟ طرد في أول دقايق المباراة يسهل على الزمالك فوزه النهارده، واللي من وجهة نظري شايفه فوز مستحق، والحمد لله الفار طلع شغال. بس انا عايز اسأل سؤال، الكرة دي لو كانت على الجنب التاني، يعني هي بس على نادي الزمالك، كانت هتتحسب طرد برضو؟ الكرة اللي انت شايفها تحت دي كانت في ماتش سموحة، اللي بالمناسبة نادي الزمالك خد فيها كارت اصفر، بلانتي لعمر فرج من وحي الخيال، وبعدين زيزو يخش يسجله، اللي بيسجل هدف عالمي اول مره نشوف زيه الصراحه. زيزو ابو 100 مليون اللي النهارده الجمهور بيهتف له زيزو هو الاصل. طيب زيزو هو الاصل، الراجل ده في اخر 8 ماتشات ما جابش الا جون واحد، الجون بتاع النهارده من بلانتي. في اخر 40 ماتش جايب يا 5 يا 6 جوان، من ضمنهم 4 بلانتيات. انت بقى شايفه احسن لاعب في الدنيا براحتك، بس هل دي الحقيقة؟ لا. ناصر منسي ناصر منسي اللي منه لله ربيعة اللي جاب لنا الكلام، فمش عارف اقول لك ايه الصراحة، بس للأمانة انا بحبك. مستوى، لو انت كزملكاوي مقتنع ان المستوى الزمالك النهاردة ده حاجة عالمية براحتك، بس لو انت فاكر مستوى نادي الزمالك النهاردة ده مستوى قوي، يبقى ما تزعلش بقى من نتائجك، والجدع اللي يضحك في الاخر. وعلى رأي الكابتن فاروق جعفر، عايز طرد ولا عايز ضربة جزاء؟ قال له عايز الاتنين، يا اما هنسحب وواق. السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.